السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. معانا صينية بطاطس باللحمة، تحفة تحفة تحفة. أنا لو قعدت قلت من هنا لبكرة تحفة، فهي بجد بجد تحفة. أنا بقطع اللحمة مكعبات يعني مش صغيرة ومش كبيرة، وسط. يعني الحتة بقسمها اتنين، وفي حتة ساعات بقسمها تلاتة. يعني يا دوبك مكعب كده ماسك نفسه حلو كده. تمام. تمام كده سهل أوي الموضوع وهنسلقها عادي خالص زي ما انتي ما بتسلقيها، كأنك هتعملي عليها خضار، هتعملي عليها فتة. سلق عادي خالص. هنا معلقة سمنة على حبة زيت، وببتدي ان انا انزل اللحمة بتاعتي، واحط لها حبهان وورق لورا وبصلاية وفلفل وكمون. شوحاها عادي، انا بحب اشوحها بصراحة الاول. معلقة سمنة كده وحبة زيت، او زيت بس او سمنة بس المتاح. فانا بحب يعني ايه، باقفل مسامها، ما باخلّيهاش تدّيني الريم بيبقى اللي على الوش ده، لأ، التشويحة دي بجد، بجد بتنهي الموضوع ده خالص، وبتخلّي حتّة اللحمة كده حلوة. هنا أنا حطيت البهارات، حطيت حبّهان، وحطيت بصلاية، هاحط بصلاية دلوقتي، ده قرن واحد قرنفل، واحد بس، عشان ساعات كده يعني عشان تحسّي بطعم الشوربة. يعني كتر بهاراتها ما ممكن تاخدِك في حتّة تانية، فعشان تحسّي بطعم الشوربة. بس، وهنا بصلاية وحطيت كمون وحطيت فلفل، وهاحط مَيّة الموضوع يغلي معايا خلاص أكنّي باسوّيها عادي. وبالنسبة للناس اللي بتتابعني، أنا باشكركم أوي، ربنا يا رب يفرّح قلوبكم ويسعدكم ويكبر بخاطركم. والناس اللي بتتفرّج عليّا بصمت يا ريت تكتبوا لي comment، أنا بارُد على كل الناس والله، ما باردّش على ناس وناس، كل الناس بارُد عليها. ولو أنتِ أول مرّة تشوفي الفيديو بتاعي، يا ريت تخشي وتعملي لي متابعة. هتفرحيني بجد، وبجد أنا باتشجع من الكومنتات ونسبة المشاهدة والناس كلها اللي بتديني كلمة حلوة. ربنا يسعد قلوبكم يا رب ويخليكم ليا ودايما سند ليا. وشكرا، مش عارفة اقول لكم ايه والله، بس انا فرحانة الحمد لله. ربنا يديم علينا فرحة يا رب ويزيدكم ويا رب ربنا يسعدكم. هنا معايا برضو معلقة سمنة وحبة زيت، وحطيت بصلاية يا دوبك تتكرمل كده. وهنا معايا بطاطس، بطاطس قطعيها زي ما انتي ما عايزة، قطعيها صوابع، قطعيها حلقان، قطعيها مكعبات زي ما انت عايزة. وهنا هحط ماجي وهحط برضو البهارات. انا عايزة الحاجات دي تتشوح كده بمعلقة السمنة، تدي ريحة تدي طعم شكلها. جربي صينية البطاطس دي حتى لو من غير لحمة، قسما بالله انا بعملها كتير من غير لحمة، مش لازم لحمة خالص، بتبقى تحفة. وعاملة جنبها شوية رز بشعرية، والله العظيم طعمها. اعمليها بقى، وعايزاكي تكتبي لي في الكومنتات بجد ان انت عملتيها. انا هنا بحط 7 بهارات، بحط كمون، بحط فلفل اسود، برضو حطيت واحدة ماجي بس. مش يعني كنت هحط، مسكت بطرمان الصلصة والله كنت هحط معلقة صلصة، ورجعت قلت لا، خليها خفيفة كده عشان تبقى خفيفة كده وتتاكل على طول. والله العظيم وجوزي قال لي: ايه ده انت مش عامله بطاطس كتير؟ انا عامله بطاطس كتير والله زي اللي ما بعمل في المعتاد. بس اقسم بالله احنا سيبنا اللحمه وكلنا البطاطس بالخضار ده بالبصل. وهحط فلفل هنا برضو، هنا معايا عندي فلفل الوان وفلفل اخضر. ما عندكيش فلفل الوان هاتي فلفل اخضر بس. يعني الموجود حطيه، في الوان حطي، مفيش الوان يبقى هو فلفل اخضر بس. قسما بالله. وهحط معلقه توم او حطيت تقريبا، يعني مش معلقة توم، فصين توم، حاجة بسيطة. يعني بتدي تيست كده وبتعلي التيست معانا. والله العظيم بجد جربي صينية البطاطس دي حتى من غير لحمة، ما بقولكيش مش اساس لحمة خالص. وظبطي ملحك، عشان طبعا حاطة ماجي، فانت ظبطي الملح بتاعك ودوقي. هنا حطيت كوبايتين شوربة كده او 3 كوبايات شوربة من اللحمة بتاعتي. يا لهوي على الريحة والطعم، يا لهوي بجد. والله العظيم كانت طعمها حلو قوي قوي قوي. جربوا صينية البطاطس دي واعمليها بنفس طريقتي كده، هتاخدك في حتة تانية. وبقولك مش لازم لحمة. هنا كانت اللحمة بتاعتي اتسلقت ودايبة خالص دوب، حطيتها في قعر الصينية اللي هتخش الفرن. انت صينية بايركس اي حاجة بتخش الفرن حطي فيها ودخلي الفرن، يا دوبك تاخد وش. هنا حطيت البطاطس والحاجة كلها على اللحمة، عشان ايه؟ وهي في الفرن كده اللحمة تشرب من الصوص بتاعت البطاطس والتوابل والحاجات دي. والله العظيم كانت حلوة، كانت حلوة. وانا لما بقول لكم والله العظيم اعرفي ان هي فعلا كانت، والله العظيم كانت جامدة. هنا دخلتها الفرن. انا كان ممكن اسيبها شوية كمان، بس بصراحة كان هلال جعان وكان ممكن يعمل حاجات كده تخرب الدنيا. فقلت له خلاص، رحت مطلعاها كده. انت ممكن تسويها تحمريها حبة عن كده كمان، بس هي كده والله العظيم كانت جميلة. كانت جميلة، وكنت عاملة جنبها رز بشعرية، كنت عاملة جنبها طبق سلطة. فانا حبيت اوريكم ديت.
يا رب تعجبكم. فيديو لذيذ وخفيف وطريقه حلوه وخفيفه، وقلت زي ما قلت لك ممكن من غير لحمه خالص، هتاكليها كده بصي تحفه. الف هنا وشكرا ليكم، ربنا يسعد قلوبكم.